هدول اللي شفتوهم في الصورة يعني من مصريين اللي اشتغلوا بقنوات الإخوان وإعلام الإخوان الممول من تركيا ومن قطر أيضا يعني عبد الله الشريف اليوتيوبر والناشط المصري المعروف اللي كان يهاجم مصر والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قياما وقعودا. معتز مطر اللي كان ينظم القصائد العصماء يعني مثل شاعر طبق الكرامة تبعنا يعني. مين كمان يعني محمد ناصر ويوسف حسين صاحب برنامج جو شو النقدي الساخر. هؤلاء إعلامي الإخوان المسلمين في مصر، وإعلامي الإخوان المسلمين في سوريا، وإعلامي الإخوان المسلمين في سنغافورة وفي أي مكان. ليش سكتم بكتم حيال التطبيع والهرولة والدعكلة اللي يعني يتمرغ فيها نظام الجولاني والسعي الحثيث نحو التطبيع مع إسرائيل؟ ليش هدلوني ساكتين؟ أنا من زمان ما تابعت جو شو وبرنامج يوسف حسين. ما بعرف إذا هو تناول أبو محمد الجولاني بالنقد والسخرية حيال التطبيع مع إسرائيل أم لا. يمكن أنا ما بعرف. إذا ما في هيك شيء لازم وبالضرورة المهنية والأخلاقية والدينية تملي على يوسف حسين أن يقدم فقرات ناقدة ساخرة صافعة لنظام أبو محمد الجولاني فيما يتعلق بالطوبزة لإسرائيل. نفس القصة معتز مطر اللي كان يتصافح والقصائد ينظم القصائد العصماء ضد السلطة المصرية والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. والآن سكتم بكتم أمام الجولاني. أنت فين يا حضرة الشاعر الفنان الكبير؟ نشوفك هنا كمان يعني تكتب شعر وتهجو أبو محمد الجولاني ونظام ائتلاف الأخوان والسلفية الجهادية في سوريا. أنت فين؟ ما نشوفكش ليه يا أستاذ معتز مطر؟ أنت مستخبي فين؟ ما تقول لنا يا راجل. نفس القصة ونفس الكلام موجه لمحمد ناصر أيضا يعني عندما كان بتسريحته وبثيابه وبصوته الجهوري ينتقد ويهجو ويتهجم على السلطة المصرية وعلى نظام الحكم في مصر فيما يتعلق بموضوع إسرائيل. سكتم بكتم خرص صم بكم عمي أمام نظام الجولاني وائتلاف الإخوان والسلفية الجهادية الحاكمين في الجولاني في نفس السبب. موضوع شو نفس السبب يعني النظام في مصر يعني لم يفعل ما فعله نظام الجولاني إطلاقا. لا مجال للمقارنة ما بين السلطة المصرية وما بين نظام الجولاني على الإطلاق. لكن فيما يتعلق بموضوع التطبيع كانوا بيهاجموا السعودية وبن سلمان وعيال زايد ونشوفهم يعني بقهم فتح مترين في متر ولسانهم بيزقزق كلام يعني زي السم على الأنظمة العربية الأخرى التي وقعت اتفاقيات سلام
مع إسرائيل، لكن آآ لسانهم مشلول، لا ينتقد، لا ينطق ببنت شفة حيال نظام الجولاني. ليه؟ ليه يا حبايبي ليه؟ هدول الإعلاميين تبع الإخوان في مصر. الإعلاميين بتاع الإخوان عندنا في سوريا قصة أخرى، حكاية تانية. في سوريا مندمجين ومنخرطين في عملية التطبيل والتزمير للهرولة والطوبزة والدعكلة في مسألة العلاقة مع إسرائيل، وإجراء أو توقيع على اتفاقيات مهينة مع إسرائيل على حساب الدولة السورية والسيادة السورية، وعلى حساب الفلسطينيين أيضا. ما فيش حد يفكر أبو محمد الجولاني ويقول له أنت رحت فين؟ أنت وصلت الشام؟ أنت وصلت للقدس ولا لسه؟ عايزين نشوفك في القدس يا باشا، أنت رايح فين؟ أنت ما بتجيش ليه؟ مش تبقى تيجي نحن نبقى هناك. لا يوجد الآن الإعلام الإسلامي بشكل عام، إعلام الإخوان في أي مكان على وجه البسيطة، على وجه المعمورة، صم بكم عمي حيال هرولة نظام الجولاني نحو التطبيع مع إسرائيل. وما تبقى في الأماكن الأخرى لا، حبك أنت الشكل الثاني، بيهاجموا السعودية، بيهاجموا الإمارات، بيهاجموا البحرين، بيهاجموا مصر، بيهاجموا كل البلدان العربية. الموضوع يوصل لعند الجماعة بتاعتهم، خلاص بتوعنا بلطجة إعلامية تافهة وسقيمة ونفاق إعلامي، يعني من شيم وقيم أداء الإخوان المسلمين في كل مكان وفي كل زمان.